هو انت ازاي بتضرب حلو كده؟ هو انت كنت بتلعب حاجه وانت صغير؟ بيحبوا يتضربوا منك ولاد فتح الله من وهم صغيرين، مش عارفه ليه، زي ما تكون صحتهم كده بتيجي على البهدله. بص لي كده، لا دلال، شايف ان انا غلطت في حاجه؟ انت ما بتعملش حاجة غلط يا جعفر. عينك بتقول غير كده يا بنت الاصول. بنت الاصول ايه؟ هم دول يفهموا حاجه في الاصول؟ قول بنت الواطيين، بنت المعفنين. اما اوه. عارف ان في الاول ولا في الاخر دول اهلك، حقك تزعلي، بس انت شفت انا سكت عشانك قد ايه. قام يوسف الله يرحمه بعدي وبفوت عشان خاطر عيونك انتي. اخرهم من 7 سنين لما شاو اخوك ضرب على النار في حوش بيتنا غدر، كانه افتكر بعد 12 سنه انه ياخد حق اخوه اللي مات. واللي حصل النهارده ده عشان خاطرك برضه، ولو حد غيرك قسما بالله ولا اعمل له خاطر كان زمان كريم طلع جنازته النهارده، ده لو كانوا لقوا جثمان. ما انا قلت لك تحت يا جعفر، بلاش تبقى مموت لي 2. وبزيادك بقى، مش كل ما تحصل حاجة تفضل تعيطني بأهلي، سواء اللي مات ولا اللي محبوس ولا اللي لسه عايش. ليه بتفتح في حاجات انا اصلا شايفاها وعارفاها يا جعفر؟ هو انت قتلت اخوها؟ هو كانت غضبانة عند أهلها، رحت أرجعها، رفع عليها السلاح وحصل اللي حصل. وما اتسجنتش؟ دفاع عن النفس وخلاص بقى، خلصنا عايدة. ماشي يا دلال، ماشي، لسه اللي بينا كتير. ودلال كانت عملت لك ايه؟ ده لولا دلال كان زمانك مدفون مع يوسف. ما كله بسببك انت. حاسب يا حاج، مش انت اللي وقفتها بالعربيه وقعدت تجر معاها ناعم ولطتنا معاهم؟ انت اللي لطيت نفسك معاها. انا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر العمده. هتعمل ايه بس يا كريم؟ هعمل اللي كان لازم يتعمل من سنين، هعمل اللي شوق اخويا كان عاوز يعمله. يا ابني احنا مش ناقصين مصايب. ما هو ده الكلام اللي جابنا ورا وخلانا نمشي مطاطين راسنا في الحته. انا هقتل جعفر العمده. لا تيوه، اتفضل يا معلم. حد شافك؟ لا يا معلم. شعري منكوش زي القمر يا معلم. طب يلا اتكل على الله. عينيا. اوعوا تحلوا المراكب، والله يا ناس مراكب ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا حبيبتي عايده. عارف انك اكيد قطعت الخلف وعرفت ان جوزك قاتل بالغلط، قتل خطأ. مش ناسي انك عروسه، جاب لك الصندوق ده من صباحيه ربنا، بس منهم لله عائلة فتح الله ولاد وانا اللي مختار لك لونه. عارف انك بتحب البنفسجي. بنفسجي؟ مش ده بنفسجي؟ سمي الله وافتحي. ارمي هنا، ارمي. ابدأ بمفلونكة دي. فلونكة؟ المقلبازة دي افتحيها. لطيفة العلبة، رب ذوق يعجبك، نفسي اشوفهم على ايدك. خد الكيسة دي، كيسة الكروات، افتحيها. كيسة؟ كروات.
ده مفتاح عربيه؟ والله مفتاح انبوبه. مفتاح عربيه. تدغدغيها بعرق العافيه. هو ايه الصندوق ده ما بيخلص؟ امسكي. عايزك تحطيهم الاتنين على بعض عشان بحب ريحتهم على بعض. انا راجل عملي وغيب عنك كتير بحكم شغلي، بس قعدت افكر وقلت طب لما اوحشك هتعملي ايه؟ فجات لي الفكره دي. عشان وانت بتشربي تفتكريني. أمي على طول كانت تقول لي صورتك تنفع تزين الجرانين. انت متأكدة يا عايدة انه كان هنا؟ ايوه سايباه هنا بايدي. ورحمة عبده عارفة مين اللي خده. بنتي يا سرية، بنتي يا سرية، البنت سرية فين؟ اهي. ايوه يا حاجه. يا اختي ايه يا اختي البراءة دي؟ ملاك ناقص لك جناحة. فين التليفون يا بنت؟ تليفون ايه يا حاجه؟ تليفون عايدة اللي سرقتيه. ورحمه امي وابويا ما سرقت حاجه. قالوا الحرام احلف. بنتي يا سعدة، مادام مش راضية تعترف جارية على الأوضة انكتيها وراعي ذكائها، الحرامي دايما ذكي. والله العظيم التليفون ده لو ما ظهر هنزل اعمل محضر في اسم الشرطه، البلد دي فيها القانون. ما تسخنيش قوي بدل ما ينكتوك انتي. قانون ايه؟ في ايه؟ سرية سرقت تليفون عايدة يا جعفر. برضو؟ اه. لا حول ولا قوة الا بالله على الخصلة الزبالة. يا ليفا انت قلت لي تليفوني بكاميرتين، جبت لك بتلاتة. لا يا اخويا جبت لي تليفون ب4. كان تمر في البعيدة، كنت قدرتي بتصغرينا ليه قدام الناس يا بنت؟ اله امتص في نظري يا جعفر ما خدت حاجه. نكدت الاوضه يا حاجه، انا الاقي التليفون ما لقيتهوش اهو. هو انتوا بتدوروا على حاجه؟ تليفوني اتسرق. خلاص ما تزعليش نفسك، هجيب لك احسن منه. انا مش عايزه احسن منه يا جعفر، انا عايزه تليفوني ده عليه حاجتي. نعمل فيكي ايه يا سرية؟ قولي لي انت نعمل فيكي ايه؟ نركب لك يا اختي كاميرات في كل الشقق. هتسرقهم ياما. بص على النعمة هتسرقهم. انا عارف سرايا بتحب الكاميرات، سرقت التليفون البت عشان فيه 4 كاميرات. حرام عليكم انتوا ظالميني، والله ما خدت حاجه. واتصل هو يمكن يكون واقع منك هنا ولا هنا. انت يا نرجس؟ ده صوت تليفوني. ايه؟ هو ده تليفونك؟ اصله شبه تليفوني، انا اتلخبطت بينهم معلش. الله اكبر، ظهر الحق. شكرا يا رب، شكرا يا رب، الحمد لله شكرا لله الحمد لله. ظلمنا سرايا. الله اكبر. في ايه يا بنت؟ هو انت بتصلي؟ قومي فاتي. معلش يا حاجه، معلش نسيت بس من الفرحه. شفت يا جعفر؟ شفت عشان تعرف انكم كلكم ظالميني على طول. مرة يا ليفا، مرة طلعت بريئة، طول عمرك مش مظلومة ولا حاجة. تعرف حد يزعل لما يتنقد بحاجة مش فيه، انما ده انت مقشطة حياتنا كلها يا سرايا. هما كلهم هنا حراميه؟ لا الحمد لله رب العالمين مش كلهم. سرايا مسجلة سرقة، انما دي اعمال والعياذ بالله سفلي. يا ريت يا اختي سرية اللي كانت خدت التليفون، اهو كانت تبقى سرقة عادي، لكن الدور والباقي على دي الله اعلم بقى. اشتوت عملت فيه ايه؟ بقول لك ايه يا بنت، انقع التليفون في ميه وملح. يبوظ يا طن. يا جلطتي ياما، الحقني يا حاج. الله يرحمك.
زعلانه منك على فكره. ليه يا سرايا؟ ما قلتليش يعني قبل كده ان ليكي في اللوم.